أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم وحلقة مميزة من مطبخ منال العالم ومطبخ سيدتي. وصفتنا اليوم من أشهر الوصفات، حنعمل عيش السرايا. حعملكم إياه بطريقة بسيطة سهلة باستعمال خبز التوست، لأنه في عدة أنواع لعيش السرايا. نبتدي خطواتنا بتجهيز التوست. أنا عندي شرائح من خبز التوست حتبقى بهذا الشكل. حاخد شرائح التوست أحطها بصينية وأدخلها الفرن لغاية ما تتحمص وتصير عندي بهذا الشكل. يبقى عندي الخبز محمص جاهز، وحبتدي أعزائي أجهز صلصة الكراميل. هحتاج في كسرولة تبقى واسعة بهالشكل أحط كمية من السكر وأنتظر لبضع دقائق لغاية ما السكر هذا يصير عندي كراميل ويدوب على الآخر. لتسريع عملية الذوبان ممكن أنا أضيف له شوية مي بدوب عندي أسرع. أثناء ما أنا عم بعمل الكراميل ممكن ببساطة أبتدي أجهز الحشوة أو القشطة. تجهيزها برضو كتير بسيط. حبتدي أحط الحليب، حضيف الجيمر وحضيف النشا. كل هالمكونات حقلبها سوا قبل ما أحطه على النار. أتأكد إنه النشا عندي داب واندمج تماماً، وبعد هيك حرفعه على النار باستمرار التقليب بهدوء جداً. لاحظوا تقليب خفيف بس أتأكد عشان النشا ما يترسب عندي في القاع. بقلب بهدوء وباستمرار لغاية ما تتكاثف عندي القشطة. ابتدى ياخد لون ذهبي لطيف، بس لسه طبعاً لازم أتأكد إنه كل هالمقدار هذا ساح. هلأ بعد ما صار عندي بهذا اللون حاطفي النار. خلوا بالكم لأنه هاي الخطوة كتير بتحتاج حرص، ممكن يفور معاي. هبتدي أضيف عصير ليمون وأضيف قليل من المي وحخليه ياخد غلوة ويرجع يدوب تاني عندي هذا السكر. نتأكد إنه كله أخذ غلوة كويسة، وحضيف له كمان قليل من المي. وهلا اي نكهه انا حباها. في ناس بيحبوا يحطوا ماء ورد، ماء زهر، على حسب رغبتكم. ممكن اذا حبيتوا. القشطه هيك صارت عندي جاهزه، حنشيلها عن النار والقطر اصبح عندي كمان جاهز. حبتدي اعزائي اخذ قطع من التوست وسقيها بهذا الشراب لغاية ما تتشرب تماما. وناخد قطع كمان، وحستعمل شوكة. حبتدي شوي شوي اضغط عشان اتأكد انه كله تشرب. هلأ الوقت المناسب اني احط القشطة. كله هلأ حيندمج مع بعضه. لاحظوا بالشوكة حاولوا تضغطوا قدر الإمكان عشان تتأكدوا إنه كله تشرب، بس هو أوتوماتيك كله حيتشرب مع الوقت. الفستق الحلبي عندي على شكلين. أنا مستعملة المجروش بهالطريقة، وعندي لوز شرائح، حنستعمل تاني الفستق الحلبي الناعم، لوز محمص، والصنوبر حنحطه على الأطراف بشكل لطيف. الصنوبر هذا أنا حمصته بالفرن تحميص خفيف من غير أي دهون. ممكن عنا بعض حبات الورد الجوري هيعطوني برضو شكل لطيف. أعزائي المشاهدين، عيش السرايا أصبح عندي جاهز. أدخله الثلاجة قبل بيوم عدة ساعات زي ما بتحبوا. طعمه كتير طيب. أتمنى أنه يكون عجبكم.